الحارس العظيم أخطبوط إشبيلية أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ المنتخب المغربي وأبرز اللاعبين العرب والأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، منتظم الأداء حسن السيرة بمسيرة لافتة انتزع خلالها بونو إعجاب جميع المتابعين للكرة الأوروبية وأشاد الجميع بخصاله، رغم أن مساره الكروي لم يكن مفروشا بالورود، وامتحن مرارا خلال رحلته الكروية ليظهر كفاءته وينظف شبكه. في 5 أبريل 1991 رأى ياسين بونو النور بالديار الكندية بعد أن هاجر والداه إلى كندا ثمانينيات القرن الماضي. قبل أن يقرر العودة لأرض الوطن والاستقرار بالبيضاء، بدأ الحارس الصغير رحلته الكروية في سن 8 بعد أن التحق بأكاديمية الوداد البيضاوي، ثم انطلق بالتدرج في الفئات الشابة للوداد بين 1998 و2009 قبل صعوده في 2010 للفريق الأول.